بيقولوا القاعده بتاعت ال 250 دي لها علاقه شويه بخدمه العملاء او برضا العميل عن الخدمه بتاعتك. بيقول لك ان كل شخص من الاشخاص عموما في الحياه هو عارف متوسط ما بين 200 ل 250 فرد، تمام؟ فلو انت بتقدم خدمه او بتقدم او بتبيع خدمه او بتبيع منتج، فتاكد ان انت مش بتبيع الخدمه او المنتج ده لفرد واحد، انت بتبيعها للوسط بتاعه كله. فبالتالي انا لما ابيع خدمه بشكل كويس واقدم خدمه ما بعد البيع بشكل كويس، فانا كسبت عدد عملاء كبير جدا من عميل واحد. ولو قدمت الخدمه دي بشكل سيء والخدمه دي او المنتج بتاعي مش كويس، العميل اللي اشترى مني هيأثر بالسلب على 250 300 اللي حواليه. فبالتالي انت اصلا قادر ان انت تكسب ببلاش، بتبيع لعميل واحد وتكسب من المحيط بتاعه بسهوله، وتخسر من العميل برضه ده واحد وتخسر منه، تخسر من المحيط بتاعه بسهوله. لانك انا جيت قدمت لك خدمه وقدمت لك منتج بشكل كويس، اي حد هيسالك انت عملت الخدمه دي فين، او عملت الويب سايت ده فين، او عملت المنتج ده فين، هيقول لك من عند الفلاني، والفلاني هيقول للفلاني، والفلاني هيقول للفلاني. فانت خسرت مثلا مبلغ بتاع اللي انت جبت عميل واحد بس كسبت عدد عملاء كبار جدا. فانت مهم جدا ان انت تحافظ على العميل اللي انت بتقدمه. مش هقول لك الشركه هي اللي تحافظ، انت كبياع تحافظ على العميل بتاعك قبل اي حد.